تهديدات من الجمهور الودادي، لان الان شفنا غير شتي غير يعني اللعب مع شي مثلا مع شي فرقه تشوف التهراس ديال الطوموبيل. انا الان ما نقدرش نخرج طوموبيلتي، ما نقدرش نخرج، كيدوني انك انت اللي دخلتي سعيد نصيري غنفعلوكم تلكون وكلشي غادي نوصلوا للسلطات. انا كمان ما يمكنش هادشي كله نوصل له، راه بزاف او عملت يعني واحد ماشي تدوينه ولكن مقال في جريده بالبريس، واكدت على هذاك الشيء اللي قلته بالبريس انه موافقه عليه، وانني انا اللي قلته للمراسله وحطيته كاع بوستيتو عندي في نفس الوقت باش يعرفوا الناس ان هذا الشيء ماشي غير تقال في ذاك الصحيفه اللي تكتبت فيه. انا ما بقيتش عارفه علاش هذه المؤامره راه بدات من حمزه مونبيبي، وصدق انني ما عندي علاقه لا مع الفنانه ديال فاطمه ولا في الملف. هي دازت جات مولات المبيض حبست السعوديه وطرحت المغرب، جات بحالها عاود رجعت دازت مولات المبيض، جات قضيه اسكوبار زوجها. لا ما عندي علاقه في هذه المواضيع كلها، وغادي تعرف كلشي غادي تعرف دازت سميتو، جات عاوتاني اوديوهات دازو، جا دريس فرحان، بغيت نعرف اذا بغاوني نعتزل يقولوها لي ليش، نقول لي جلسي في حالك، ما بقيناش نديرونجي انا في الميدان الفني ويتهموني انه انا سبب في دخول سي سعيد النصيري. تنقولها وكنتمنى يكون بريء، وكنتمنى له، وانا غادي نتكلم اليوم على جماهير الوداد. انا كنهضرهم لانهم كان رئيس الفرقه ديالهم وشافوا في العهد ديالو عده يعني انتاجات جميله وعده مراتب خدتها فرقه الوداد، فمن حقهم يدافعوا عليه، لكن يعرفوا الحقيقه. لا اشهد ضد سعيد ولا انني كنشهد معاه، لان الشهاده ديالي اللي خصهم يعرفوها اللي انا الان تنطلب يا ريت واش انا غادي نمشي للمحكمه ونقول لهم دخلوني بزمنكم نشهد، عيطوا لي كما عيطت الفرقه الوطنيه في الاول وعملت معايا تحريات على شكون هو الحاج حمد بن ابراهيم، شكون هو فلان، كيفاش حالات. فانا عادي لا عيطت لي القاضي او عيطت لي المحكمه، فانا مستعده للشهاده. عيطت لي باش غير يعرف الجميع انا غير شاهده، انا شاهده على واحد المده ديال 4 شهور وشي حاجه اللي تزوجت بهذا السيد هذا، شاهده شكون صاحبه، شكون اللي جا عنده، فين مشى فقط. انا خصك تعرف بان هذا الشيء اللي كنسمعوا الاملاك والمبالغ الخياليه وهذا الشيء انا عرفتها بحالي بحال الناس. الان فسعد نصر تنقول يا ريت يخرج بريء. انا كنطلب الان المحكمه اذا بغات الشهاده مرحبا، والشهاده اللي عندي اللي تيقول هو اللي كيتهمني فيها الا كان عنده هو تواريخ، انا عندي تواريخ. شوف وحده ركبت السياره مع راجلها، واش غادي تبقى في بيتك مع السياره مع رجلكم تقول لي عطي انا المطريكو ديال طوموبيلتي ما تنعرفوش. عارف هل السياره اللي قلت انا اللي كنت فيها هل هي النيت اللي ما حطت النزاع؟ انا هاد المرسيدس على هاد السيد هاد محمد بن ابراهيم كانت عنده طوموبيل وحده، كانوا عنده طوموبيلات. نهار اللي سالوني هل عنده سياره او قلت طبعا كانت عنده مرسيدس، غنقول لكم الان علاش عاقل عليها، لانه حدث نهار اللي ضربت صداقي وفي 2014. انا ما كنتقدكش ولا تنقول انا ما شفتكش سي سعيد النصيري ولا تنقول شي حاجه ضدك، انا ما تنقولش هذا الشيء باش يرجع جمهوره او الناس اللي كيدافعوا عليه عندي. شفت سعيد النصيري راني ما شفتوش بهاد الاشياء اللي متهمين بها هما اللي فيها مبالغ باهظه وفيها هاد الشيء ديال المخدرات. انا شفتو كصديق زوجي او كانسان تعرفوا زوج ديالي، راه ما كنشهدش بانه كان كيفعل لي ان القضيه الام اللي اديت عليها بالجار واللي مسجون عليها سواء سعيد سواء بعض الناس اخرين، راه ماشي هي المهمه. ماشي غدا يبقى شي حكم على سعيد يقولوا لا كيف دخلاتو. انا شهادتي فقط هل كانت عندكم هذه السياره، هل سعيد كان صاحبه، هل فين تلاقيتيه، هل وعندي تواريخ. انا في التاريخ ديال مهرجان زبور وعندي التاريخ ديالو كان اون ديريكت. ما فهمتش. ثانيا الله يخليكم ما تسمعوش من واحد، سمعوا من زوج، واللي عنده الحق يتهمني وطبط علي الحدود وهو القاضي. اذا حطوا علي علاش يحطوا علي الحدود؟ لا مضره انا شاهده. انا هاد الانسان اللي هو الحاج احمد بن ابراهيم اللي سميتوه اسكوبار انه عرفته اواخر نوفمبر وطلقت في الاول شهر 6، هي 5 شهور 4 شهور ونص كاع، وقسموها كيف ما بغيتوا ديروا فيها نهار ياش خدر السياره ونهار ياش ركبنا ونهار ياش دار وهنيوني. علاش طلقنا
هو انه رحلت لواحد البيت اللي ما نقدرش نسكن فيه، لانه اللي كانوا كيقول دريس اللي حط الاوديوهات اللي كلها مقطعه، وانا كنطلب من الجميع اللي تيقول هاد الاوديوهات يسمعوها، يسمعوا هاد الاوديوهات كي دايره كلها مقطعه. انا ما كنهربش لان ما درت والو، انا مجرد زوجه، كنت زوجه ديال واحد الانسان. وما تنساش هذه المده دابا 10 سنين باش فات هذا الشيء. وغنقول لكم واحد القضيه وسمعوها، اللي بغى يسمعها ويثق بها مرحبا. وانا اللي كيهمني كتهمني كيهمني القضاء وكيهمني الامن وكيهمني السلطات. انني انا الضحيه في هذا الملف كله ماديا ومعنويا. انا هذاك الانسان ولا شيء عندي منه. هاد الاملاك اللي كنسمعها هما اللي بيناتهم، هاد الناس اللي كيهضروا عليها وهذا الشيء اللي في القضاء اللي خدامه في القضيه. اما انا الحمد لله بقاني دورتي تهموني بان الدار ديالو وانا ضارب 2005 هاد السيد حتى 2013 عاد عرفتو. تهموني بان خديت الملايير، الحمد لله التحريات كاينه، انا الوحيده. واتحدى اي واحد يقول لي انا لطيفه عندها شي حاجه من داك السيد. انا هذا السيد هذا اللي كندعيه الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يخلصو، لانه هو اللي دخل عليا بهذه المشاكل كلها. ولكن انا ما كنسميش مشكل هذاك الشرع ما توش السيد طلق. يا ما اي وحده كاين اللي كتطلق ومن بعد 40 عام كتعرفوا مزوج وعنده الاولاد، من بعد تعرفوا عاد مخدرات ولا هذا الشيء. انا لا جبت لا مخدرات ولا عندي ولا تهمت فلان ولا تهمت فلان ولا والو. يا ريت وانا اطالب سعاده القاضي انه يعيط لي ونحط. انا ما كنشهدش الزور، انا غنشهد الزور الا كنت بانه سعيد كيشدير مخدرات او سعيد كيبيع عشري او سعيد كي عنده فلوس او انا ما شفت فلوس. شهادتي كاي زوجه راجلك فوقاش عرفتيه وكيفاش عرفتيه. انا نقول لك واحد القضيه، انا سعيد النقاش اللي كان بيني وبينه تلاقينا من بعد كان واحد الحفل في الدار البيضاء وتشوفنا سلمنا على بعضياتنا وسلمت انا عليه بواحد الضحك، لان بحال كنا انا وياه بحال القط مع الفار. لمجرد انني كنت زوجه كاين واحد الانسان تيقول لك مشيتي تسمعي سعيد علاش خرجتي، او جا مثلا في حاله سكر كانوا مزوجه على وجهها انه عنده صاحبه تيخرج للفساد او السكر او كذا وكذا. اما باش نلقى هو انا نزيد نتهم الراجل ونقول كان كيفعل ولا كان لا ما يمكنليش. لان الغلط اللي ناس سعيد الله يهديه، الغلط اللي دار وكيف والله انني انا راه شهدت بانه كذا ولا كذا. لان التواريخ اللي عطى يمكن اللي عطى هذاك الحاج بن ابراهيم الزوج السابق اللي عطاها هو انه مثلا تيقول ان سعيد كان عندي في الدار نهار اللي عطيته كذا وعطيته كذا. كان عندي في داري، يعني داري انا راني انا كنكون في بيتي ومع صحابه مثلا. كاين شي اشياء انا كنقولها وقلتها ما حضرش فيها، ماشي فلوس ماشي مخدرات ماشي. اما انا اللي زدت الان جيشني هو انه ما معنى السياره. السيد كانوا عنده جميع انواع السيارات في البيت، وكانت هادو هما المشاكل اللي بداو بيني وبينه. تنقول له الحاج ما معنى انني كنشوف عندك سيارات بلا قياس كل نهار سياره جوج ثلاثه وما كاينش ليسباس ما كاينش فلوس. المهم انا كنقول لك انا بغيت القاضي هو اللي يحكم في هذا الشيء. طلقت الاستاذ كروت هو اللي تكلف به، وانا درت المستحيل باش انني نطلق. كان كيطلب لي وهنا فاش كنت كنعيط له وانا متعصبه. للان كلشي تيقول هضرات بكلام نابي وسوقي. ما تحداش حتى يهضر مع شي وحده كتحدى مع راجلها بديك العنف وما غتقولش شي كلام خايب. يعني جلسنا واحد